مساء الخير. طبعا جمهور الاهلي النهارده بيفوز على نادي العين 3-0. من الصعب جدا ان انت تيجي تلعب في وسط جمهور النادي الاهلي بالعدد ده بالمنظر ده. انا كنت في الاستاد وشفت المنظر، وكل اللي كان في الاستاد اكيد رايه هيبقى عند رايي. الجمهور هو اللي بيجيب الاهداف، الجمهور هو اللي بيحرك اللعيبه. هي نفس اللعيبه دي لما كانت بتلعب قصاد جمهور ما بيشجعش، او مش جمهور درجه ثالثه بمعنى الكلام الصريح، كان ادائها مغزي جدا ومش الاداء المرضي لجماهير النادي الاهلي. من السهل ان انت تكون بطل قارتك، بس مش من السهل ان انت تكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي يكسب بطولة قارات، يكسب بطولة أندية، طول ما وراه جمهور يكسب أي حد. الأهلي وراه شعب بمعنى الكلمة. لما يطلع إعلام الإمارات بعد الماتش يقول لك أنا ما شفتش في حياتي ولا هشوف جمهور بالطريقة دي، 60-70 ألف متفرج واقفين طول الماتش 90 دقيقة بيهتفوا كلهم بصوت واحد، المنظر مرعب، الصوت مرعب، الصوت يغلب أي حد. برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نأكد عليها ان الاهلي مهما كان بيلعب مين، اسلوب الاهلي انه يبقى فعل مش رد فعل. الاهلي ما ينزلش يدافع قصاد اي حد مهما كانت قوته الهجوميه، مهما كان قوتك. انا ما انزلش ادافع قدامك، انا انزل اهاجمك، انا اللي هاجم، انا اللي اسجل، انا اللي اضيع اهداف، انا اللي ابقى ليدنج في المباراه. لكن ان انا اقعد استناك انت تضيع عشان خاطر انا اروح بهجمه مرتده، مش الاهلي. كولر جربها مره واثنين وثلاثه، واول شوط في ماتش نادي الزمالك اكبر دليل على الكلام ده كله. واللي حصل النهارده قصاد لعيبه العين اللي وهي نازله تعمل احماء قدام جمهور النادي الاهلي خايفه، ده مش من فراغ، لانهم اتفرجوا عليك قدام الزمالك مع جمهور الاهلي كمان. الموضوع بقى مرعب، اللعيبه نازله تعمل عمليه الاحماء، مش نازله اللي هو بهدوء اللي هو عايز اوصل للجمهور ان انتوا مش فارقين معايا. لا، اللعيبه نازله بتجري، لعيبه العين كلها بتجري بحماسه، اللي هو انا عايز اخد اللحظه الصدمه دي، عايز اخدها بسرعه عشان ما احسش بحاجه. سذاجه دفاعيه انت اللي وصلتهم ليها. طبعا نجم المباراه وسام ابو علي بلا جدال، الراجل اللي يعتبر من ارض الملعب، انت هتشوف الكلام ده كله. وسام ابو علي اكتر لاعب في النادي الاهلي جري، هو الوحيد اللي كان بيضغط. يعني انت بتتكلم على لعيبه كتير، يعني هو كان بيضغط ويقطع الكوره، ولعيبه تانية زي حسين الشحات كانوا بيضيعوا مجهوده. مش حسين بس، كمان يعني لعيبه كتير. كمان اكرم كان نجم من نجوم اللقاء، اللي هو قفل الناحيه اليمين خالص، يحيى عطية الله. يعني عايزين ما نذكرش سامي، بس كل اللعيبه كانت كويسه. واللاعب رقم واحد طبعا النادي الاهلي في الختام. سهل ان انت تقول عن نفسك قوي، صعب ان انت تبقى شرس. النادي الاهلي نادي شرس، نادي وراه جمهوره، زي ما التالتة شمال رفعت النهارده. طول ما انت معاك جمهورك مفيش حاجه مستحيله. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، سلام.